عايزة أقول لِك حُطّي الشاي على البصل وبجد بدون حلفان هيحقق حلمِك ويرجّع لِك شبابِك، حتى لو عمرِك فوق ال70 سنة، ودي عن تجارب كتير. أنا باعمل التجربة الأول كذا مرّة قبل ما أنزّلها لكم وأعرضها لكم عشان تاخدوها منّي بثقة وتجرّبوها وتلاقوها فعلًا حرفيًا هتحل أكبر مشكلة هتقابلكم. يعني حاجة كده حلم. بس لو أول مرّة بتشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعّلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديو جديد يوصلِك بإشعار إن أنا عملت فيديو جديد النهارده. ويا ريت ما تنسيش اللايك لو الفيديو عجبك، ما تنسينيش بقى في اللايك. انا معايا بصله وهقشرها واشيل القشره منها. انا مش محتاجه القشره في حاجه. انا عملت فيديو عن القشر لان القشر ده كنز فعلا. القشر اللي احنا بنرميه ده في البيت ده كنز، وبنعمل عنه تجارب كتيره جدا وحلو جدا. انا عامله فيديو عن قشر البصل بجد مفيد قوي. بس انا المره دي في الفيديو ده انا مش محتاجه القشر. عايزه اقول لكم ان هو القشر البصل ده فوائده لا تعد ولا تحصى. والبصل نفسه ليه فوائد كتيره جدا. لو انت عايزه تتاكدي خش على جوجل، هتلاقي دكاتره كتير بتتكلم عن فوائد البصل وميه البصل وقشر البصل. انا عملت فيديو عن قشر البصل جميل جدا وكلها فوائد حلوه بجد، يعني فوائد لا تعد ولا تحصى عن ميه البصل. لو انتوا عايزين تشوفوا الفيديو انزله لكم في كلمه المزيد اضغطوا عليها، سيبه لكم في صندوق الوصف. فيديو بجد رهيب وهتستفادوا منه كتير. عامله منه يعني حاجات حلوه خالص هتعجبكم وهتستفادوا منها. لو انت اول مره بتشوفيني بقى وعايزه تشوفي قناتي، خدي جوله كده في القناه بتاعتي هتستفادي كتير وهتنوري قناتي طبعا. ولو انت حابه تشتركي في القناه اضغط على كلمه اشتراك. معايا انا بشرت البصله حبايه من البصل واخد الميه بتاعتها بس. والتفل او معنى مش التفل البصل او معنى لحم البصل او معنى المعنى اللي انتوا بتقولوا عليه في اي بلد. انا هاخد البصل نفسه ده وهعصره كويس جدا. انا مش محتاجه الا الميه بتاعته بس. يعني انا المره دي هعمل تجربه كده بميه البصل وهتعجبكم خالص ونتيجتها مش هتتوقعوها، نتيجه حلوه هتبهركم. يعني عن تجارب كتير ومش اول مره اعملها. انا بحب اجرب الحاجه قبلها كذا مره واطلع لكم نتيجه حلوه في الاخر تبقى تستفادوا منها. انا هاخد بقى البصل ده مش هرميه. هحطه في اي حاجه تاني هستفاد منه. مثلا لو انا حاطه تتبيله لحمه او كفته او اي حاجه، انا باخد البصل ده بعمل بيه. مش هرميه خالص. وهاخد المية بتاعته وهضيف عليها معلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل. لو انت هتزودي الكمية اعملي اكتر من كده، هتضعفي الكمية. وهنزل عليها بمعلقة الشاي. هفضل ادوب معلقة الشاي خالص زي ما انتوا شايفين كده. هنزل عليها معلقة الشاي وبرده معاها نص معلقة من القهوة عشان خاطر تعمل خليط وتمزج الخليط كويس وتدينا اللون اللي احنا عايزينه. وهنبتدي نقلب كله ببعضه لحد ما يشرب من ميه البصل والخل اللي معانا. بصوا انا بسيبها الاول بعد ما بعجنها العجنه دي بسيبها تتعتق، او بمعنى صح اسيبها لما تشرب كويس قوي. اول ما هي بتبقى خفيفه معايا دلوقتي، اول ما اسيبها تتعتق شويه ساعه كده ولا حاجه، بتلاقي الخليط تقل معايا وبقت ماسك خالص خالص. انا هوريكم التجربه في الاخر، تجربه ناجحه 100%. وبجد ما تنسونيش بقى في التعليقات واكتبوا له انت بتابعيني من اني بلد. لو انت متابعاني لاخر الفيديو دلوقتي يا ريت تقولي لي انت بتابعيني من اي بلد، وارحب بيكي في الفيديو القادم ان شاء الله. يعني يا ريت اتمنى ان انت تقولي لي كده اسمك وبلدك عشان ارحب بيكي. ودايما تعليقاتكم بتفرحني ولايكاتكم جميله. وشكرا جدا على اللي عمل لايك للفيديو. انا خلاص هسيبها كده حوالي ساعة لحد ما تتعتق معايا او تشرب من الخليط اللي احنا عاملاه ده. ساعة بالظبط كده واسيبها، وبعد كده هعمل بيها اللي انا بقى النتيجة اللي هوريها لكم دلوقتي. لو انت عندك فرشة شعر هاتيها واعملي بيها وجربيها. انا ما كانش شوفت المكون تقل خالص معايا. عايزة اوريكم سمك الخليط اللي احنا عملناه تقل خالص اهو. هبتدي بقى اخد الفرشه دي واجرب لكم تجربه على ايديا كده. إيه لو عندك فرشه شعر بقى اعملي بيها. الفرشه دي مش هتنفع في الشعر خالص، انا عشان ما عنديش فرشه شعر فجربت لكم فرشه الاسنان. عايزه اوريكم النتيجه بقى ان هي لون فظيع في الشعر. يعني اي شعر شايب ودلكي بيه او الخصل البيضة اللي في شعرك، امسكي فرشة الشعر وامسكي الخصل البيضة وكل يوم ويوم تعملي الطريقة دي هتبهرك جدا وهتشيل الشيبة نهائيا. مع الاستمرار حوالي 10 ايام بالظبط هتلاقي الشعراية البيضة بقيت لونها بني بني جميل طبعا.
وخلطة تبقى ثابتة جدًا، لإن الخل بيثبِّت اللون، ومع الشاي بيمسك في الشعر وفي خُصَل الشعر، وتدلّكي فروة الشعر زي ما أنا بادلّك كده على إيديّا بالفرشة، بس فرشة الشعر بقى اللي بتاعة الصبغات والحاجات اللي زي كده، بتبقى أسهل طبعًا في التوزيع. عايزة أورّيكم إن إيديّا غمقِت من الإيد، فرق الإيد دي من الإيد دي طبعًا، وما خدش وقت، يعني ما فيش 5 دقايق كده وقمت غسلت إيدي أو ثواني، وغسلت إيدي وكانت النتيجة على إيديّا خدت لون خالص. بجد دي حاجة يعني حلوة خالص إن أنتِ مع الاستمرار يوم ويوم حوالي 10 أيام بالضبط، هتلاقي شعرِك الشايب ده ما فيش شعر شايب خلاص نهائيًا، انسي، هتلاقي شعرِك لونه جميل وهيدّيكِ اللون اللي أنتِ عايزاه، ومع الاستمرار هيبقى شعرِك على طول اللون الموحّد.